خوتي كل ما امريكا كنا غنكونوا دابا في صراع مع الاتحاد الاوروبي، وهذا الشيء اللي غتشوفوا اخوتي في هذا الفيديو انا غير مسؤول عليه، غير هو غادي نشوفوا باش نكتشفوا واش هذا الشيء حقيقه ولا كذوب. قواعد اللعبه الدوليه تغيرات لصالح الدوله المغربيه. المغاربه خصكم تعرفوا هادشي. اليوم الامريكان هي السبب الحمايه ديالنا من الغول ديال حلف الناتو، من الاوروبيين، من الاطماع الاوروبيه في الاراضي ديالنا. الامريكان اللي حماتنا. عرفتوا الناس اللي كيخرجوا مؤخرا تيقول لك اسبانيا زقات فيها الرجوله مشات مع القضيه الفلسطينيه؟ عرفتوا شنو السبب اللي خلات اسبانيا ما تستخدمش القواعد ديال روتامورون العسكريه الامريكيه، ما تستخدمهمش في الحرب ضد ايران؟ وعرفتوا علاش الاعتراف ديال اسبانيا بالدوله الفلسطينيه؟ شي كله علاش؟ حيت الامريكان هي الوحيده في حلف الناتو من دار واحد الاجتماع كبير في حلف الناتو، وكان حول ضم سبته ومليليا للاتفاقيه العسكريه. الصباليون كانوا باغيين يشدوا سبته ومليليا ويدخلوها في الاتفاقيه العسكريه، يعني يدخلوها ضمن الاتحاد الاوروبي. عرفتوا شنو تعني هذا؟ تعني اننا لا نضنا في حرب مع الصباليون، ما غاديش ندابزوا مع الصباليون بحال، غادي ندابزوا مع حلف الناتو كامل. كانوا غادي يدخلوا يشرشمونا بالعربيه تاع عربيت، وسمحوا لي على هذا المصطلح خصنا ندرجوا باش نوصلوا العمق ديال الفكره للمغاربه. الجمهور ديالنا اللي تيهمني انا هو المغربي. كانوا باغيين يشرشمونا ويقطعونا ويرميونا للكلاب، خصوصا العالم الاخر اللي زكى هذا الطرح. العالم الاخر عيط للصباليون قال لهم انا مع هذا الطرح اللي حطيتي في الناتو وانا مستعد نعاونك حتى عسكريا فقط، عسكريا عفوا وماديا فقط. تراجعي على الاعتراف ديالك في ذاك الاعلان ديال 14 ابريل اللي داروا رئيس الحكومه ديالكم. تراجعوا عليه، انا نعطيكم الاموال اللي بغيتوا، نعطيكم الغاز اللي بغيتوا، ندير معكم الاتفاقيات اللي بغيتوا. ما كيهمنيش الشعب الجزائري، ما كتهمنيش المكتسبات ديال الشعب الجزائري، كتهمني نقطع المغرب، نشرشم المغرب، نهش في اللحم ديال المغرب. اخوا لا داعي للفتنه. اخوا شكون اللي غادي يدخل يحمينا؟ امريكا اللي ما صوتاتش وقالت لهم انايا ما غاديش نصوت على هذا المقترح ولا هذا المشروع قانون، ما غاديش نصوت عليه. علاش؟ حيت المغرب حليف. الامريكان حماتنا عليها جلاله الملك اللي بقيتو عاقلا مباشره دار واحد اش تيقولها كولز اوف تندرز، دار واحد الصفقه ديال العروض، دار واحد المرسوم، اجتمع مع الحكومه ودار واحد المرسوم ديال التصنيع العسكري الحربي السريع. حنا عاد بقينا كنقولوا نضنا من الغفور، انا ري كنا ندخلوا مع الناتو في حرب ما عندناش السلاح. عليها تفتح طلبات عروض واستثنينا منهم الصباليون الفرنساويين. دخلنا على ما اعتقد تشيلي، دخلنا الصين على ما اعتقد، دخلنا كوريا بريزيل، دخلنا مجموعه من الدول اللي عندهم التصنيع الحربي، وبغينا نستافدوا من التقنيه ديالهم باستثناء طلبات العروض ماشي مشات في فرنسا والصباليون. هنا فرنسا والصباليون زاد الغيط ديالها، زاد الاحتقان سميتو ضد المغرب. كيفاش غنتعاملوا معاهم؟ نمشيو فتحوا طلبات التصريع الحربي ونفتحوا حتى على اسرائيل. ها علاش الصباليون ما كتحملش اسرائيل؟ ها علاش الصباليون قالت يا ودي انه خصنا نعرقلوا المسيره ديال الاتفاقات العسكريه اللي قلنا لكم قبيله، هي الاتفاقات كبيره كتدار ميجر اجريمنت اتفاقات. ها علاش فرنسا قالت يا ودي خاصنا نديروا معاهده واتفاقيه كبرى مع المغرب. ويا ولا اختي الا كنتي كتقدر القيمه ديال البلاد ديالك غادا تعطيني من وقتك 4 دقائق نوضحوا فيها بعض المفاهيم. اول حاجه خاصكم تعرفوها هي ان المغاربه ما هاجروش لاسبانيا، ولكن دخلوا للمدينتين مغربيتين اللي هما سبته ومليليا. وزيد على هذا الشيء الوليدات اللي مشاو لسبته ومليليا، هذوك الوليدات راه نقايه وما هربانينش من الجوع والفقر. الا شفتوا غير في اللباس ديالهم والهواتف ديالهم راهم ضاربين اخر ما كاين في الايفون. هذوك الناس مشاو كيقلبوا على ما احسن، يعني باغين ما احسن من دوك الدول. وبطبيعه الحال باش ما نتحايلوش على الحقيقه، هذوك الدول من الدول الاولى في التطور في الصناعه وفي اي حاجه، يعني بطبيعه الحال غادي يكون المستوى المعيشي وغادي تكون الحياه تماك احسن. ولكن ما تنساوش المغرب راه في طور النمو، وان شاء الله الا درنا يد في يد ورا سيدنا راه غادي نكونوا ان شاء الله حتى حنا من الدول الرائده، وعلاش لا نكونوا احسن منهم. اما انت يا الكرغوليد فخلينا لك الطوابير وخلينا لك الجوع. الحمد لله في المغرب راه ما عندناش الجوع وما عندناش دوك الطوابير ديالكم. حنا راه كنهاجروا باش نحسنوا المستوى لما احسن بكثير على داكشي اللي كتشوفوه نتوما ولا اللي في بالكم. وراكم شفتوا وليداتنا من يرجعوا من سبتهم ليليا شنو قالوا بانهم عندهم الغلاء وعندهم الفقر وعندهم حتى الجوع في سبتهم ليليا. يعني ما تستغربوش،
راه بزاف ديال الناس ملي عاشوا التجربه ديال الغربه عرفوا ان الحياه برا راه ماشي سهله، وان حتى دوك الدول المتقدمه فيها مشاكلها وفيها حتى البطاله وغلاء المعيشه والضغط النفسي وصعوبه الاندماج. وكاين اللي رجع وقال عرفت قيمه بلادي من بعد ما خرجت منها. ودابا السؤال اللي خاصنا نطرحوه كاملين، واش المغرب كامل؟ لا ماشي كامل، وعندنا مشاكل خاصها تحل وما خاصناش نخبيوها، ولكن في المقابل راه خاصنا حتى حنا نعترفوا بالمجهودات اللي كدار وبان بلادنا كتطور سنه بعد سنه، وكاين مشاريع واستثمارات وبنيه تحتيه ان شاء الله واوراش كبيره جايه في الطريق. انا كنامن ان المغرب عنده مستقبل كبير خوتي، ولكن المستقبل اما كيبني لا الفيسبوك لا الشعارات ولا كثره الشكوى. المستقبل كيبنيه المواطن اللي كيخدم بضمير، والمسؤول اللي كيخدم بامانه، والشباب اللي كيجتهد ويطور راسو. الا كل واحد فينا قال غادي ندير خدمتي باتقان وغادي نحافظ على بلادي وغادي نكون عنصر ايجابي، راه غادي نربحوا كاملين، والاجيال اللي جايه غادي تجي من بعدنا غادي تلقى مغرب احسن منا ان شاء الله. ودابا بغيت نوجه رساله للمسؤولين وحنا على ابواب انتخابات، بالله عليكم المغاربه اليوم تبدلوا، المواطن ولا واعي وكيعرف يميز بين اللي كيخدم واللي غير كيهضر. وها انتخابات هذه ما خاصهاش تكون موسم ديال الوعود فقط، راه خاصها تكون بدايه ديال خدمه حقيقيه في بلادنا. اللي باغي يترشح ويخدم الوطن والمواطنين باخلاص مرحبا به والله يوفقه، اما اللي داخل السياسه باش ينهب ولا يستغل منصب ولا يزيد يغرق المواطنين في الوعود الكاذبه، فالافضل لي انه بعد من دابا، لان المرحله الجايه خاصها تكون مرحله ربط المسؤوليه بالمحاسبه، وكل مسؤول خاصو يعرف ان المواطن غادي يتابعه وغادي يتحاسب معاه وما غيبقاش شي مكان للفساد ولا التهاون معاهم. وهادشي كامل عرفت اخوتي علاش؟ لان المغرب ديالنا كيستحق الافضل، والمغاربه كيستحقوا مسؤولين كيخدموهم بصدق ويخافوا على المال العام ديالهم ويخدموا المصلحه العامه قبل اي مصلحه شخصيه. وفي الاخير بغيت نقول لكل مغربي افتخر ببلادك صاحبي، ولكن طالب بالاصلاح، حب الوطن ديالك، ولكن ما تسكتش على الخطا، شجع على كل حاجه زوينه وانتقد اي تقصير باحترام وبمسؤوليه. هكذا غادي نبنيو مغرب اقوى ان شاء الله، ومغرب يفتخروا به ولادنا واحفادنا. واذا وصلتي حتى لهنا فاخويا كنشكرك بزاف على وقتك، واذا عجبك هذا الفيديو فما تبخلش علينا بواحد لايك حيت كيعاون باش يوصل الفيديو للناس اكثر. واذا كانت هذه اول مره كتزور القناه ديالنا اشترك وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد، وخليني رايك في التعليقات بكل احترام. واش كتشوف ان المغرب غادي في الاتجاه الصحيح؟ وشنو هي الاولويات اللي خاص المسؤولين يركزوا عليها في المرحله المقبله؟ والكراغله غير سيروا تنعسوا، المغرب راه غادي في واحد الطريق ما يمكنش يرجع لكم فيها. الله يحفظ المغرب ويحفظ جميع المغاربه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.